زي ما انت شايف كده الصفحة اللي قدامك دي من شهر ما كانتش موجودة، والنهاردة هي موجودة وكمان مفعلة ربح ومحتواها أجنبي. والفيديوهات اللي عليها ما بتاخدش مني 10 دقايق علشان أعملها، لأن باختصار الفيديو 15 ثانية بس. فأنا النهاردة هشارك معاك تجربتي في الموقع اللي بعتمد عليه في صناعة الفيديوهات دي، وهعرفك ازاي تستعمله وازاي تاخد منه أفضل نتائج، وهشارك معاك تجربتي كاملة في الموقع اللي هنستخدمه هو هيكس فيد. طبعا الموقع غني عن التعريف، لكن أنا هشارك معاك تجربتي وأعرفك أفضل النماذج اللي أنت تشتغل عليها وتعمل منها محتوى كويس يتقبل في الربح. وكمان هشارك معاك نفس المحتوى اللي أنا بعمله على الصفحة، هشاركه معاك هنا وأعرفك إزاي تعمله. تابع معايا الشرح، بس قبل ما ندخل في الشرح عايزك تعمل لايك علشان ده اللي بيشجعني إن أنا أنزل فيديوهات، وكمان تشير الفيديو ده لواحد صاحبك يمكن يستفيد ويعمل محتوى يكسب منه. وانزل تصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا ندخل في الشرح. يلا بينا. والموقع هيظهر معاك اول ما تفتحه كده، هتلاقيه بالواجهة دي. اول ما بتسجل فيها هتسجل فيه بالجيميل بتاعك، تمام. ولو بصيت فوق كده هنا كده هتلاقي كل النماذج اللي انت تقدر تستخدمها من خلال الموقع ده. وهو اول حاجة اللي هو الصور، وتاني حاجة الفيديوهات، وتالت حاجة ان انت تعمل صوت. ده كله هنتعرف عليه مع بعض، تمام. بس في حاجة كده هوريها لك في الاول برضو هتهمك، تمام. اول ما تخش كده هتلاقي هنا حاجة اسمها فايرال، هنخش عليها كده. هنستنى الصفحة تحمل معانا. وزي ما انت شايف كده اول ما بتخش عليها بتلاقي معاك جميع الفيديوهات اللي انت لو عملت زيها هتطلع فايرال. يعني الموقع بيقول لك الفيديوهات ديت صحابها طلعوا فايرال، او هم معمولة خصيصا ان انت تعدل عليها بس وتضيف الشخصية بتاعتك وتصبح ملكك وتطلع فايرال. يعني انت لو جيت بصيت على الفيديوهات لو اشتغلت معانا بس كده، هتيجي تبص على الفيديوهات، فعلا الفيديو يشد الانتباه، تمام. اللي هو انت لو عملت زيه هتطلع فايرال مليون المية، تمام. يعني فيديو زي ده كده زي ما انت شايف كده، بس هو يشتغل معانا. ده واحد او واحدة راكبة على حمامتين وهو والحمامتين طايرين بيه، تمام. لو جينا نزلنا تحت كده زي ما انت شايف هنا برضو اهو نفس الفيديو اهو. اه زي ما انت شايف كده نفس الفيديو. اي فيديو انت عايز تعمل زيه، كل اللي عليك بس اللي انت بتدوس على جنريت هنا كده، تمام. وبتدخل عليه، وبعد كده بتضيف الصورة بتاعتك، بتضيف الشخصية اللي انت عايز تبدلها عشان يكون الفيديو ملكك، وخلاص. وبتدوس جنريت ومبروك عليك الفيديو، تمام. دي طريقة سهلة لو انت ما عندكش افكار تعمل بيها فيديوهات، فالموقع بيوفر لك الافكار ان انت تقدر تعمل بيها الفيديوهات وتطلع فايرال، فاهمني؟ تمام. تاني حاجة بقى اللي انا عايز اوريها لك برضو الصوت. لو انت عايز تعمل صوت على الموقع بيديك اداء رهيب، تمام، واقعية. وبالذات الصوت العربي او الاجنبي ايا كان الصوت اللي انت عايزه، تمام. وبالعامية وكل حاجة، وبيوفر لك احدث النماذج اللي انت تعمل منها صوت. تعالى كده نجرب مع بعض. هنا بيوفر لك 11 لابس، تمام. وهنا بيوفر لك النموذج، احدث النماذج اللي انت تقدر تعمل منها صوت هو موفرها لك. طيب هنيجي مثلا نختبر، يعني انا برجح 11 لابس، تمام. هنيجي نخش كده، تمام. وبعد كده هنا بوفر لك الاعدادات اللي انت تقدر تلعب فيها وتغير في الاسلوب بتاعك وتغير في كل حاجة براحتك، تمام. هنا بيقول لك ان انت عايز الصوت يبقى طبيعي ولا احترافي ولا قوي، فاهم؟ شوف انت اللهجة اللي انت عايزها طبيعية او احترافي، يعني يكون صوته ورد الفعل طبيعي 100%، تمام. تعالى مثلا نخلينا هنا في الطبيعي، نجيب في الطبيعي، تمام. هنا في جملة انا كنت كاتبها كده، تعالى مثلا نضيف عليها اي حاجة ونخليه مثلا يقول الجملة دي، ونشوف النموذج هيقولها لنا ازاي، تمام. مثلا نكتب طيب انا كتبت هو انا كنت كاتب اصلا في الاول بصوا السرعة والحركة هنا حاجة تانية خالص، فانا زودت عليها. انا خلاص خلصت. عاوز حاجة مني بس انا تمام. عدلت الجملة وظبطت الدنيا. تيجي نشوف الموقع مش هياخد معايا حاجة اهو، وعمل لي الصوت على طول. تعالى نسمعه مع بعض.
بصوا السرعة والحركة هنا حاجة تانية خالص. أنا خلاص خلصت، عاوز حاجة مني؟ طب تمام، زي ما انت شايف كده الطريقة طبيعية خالص. تمام، لو انت جربت على الاحترافي هتلاقي برضو طريقة تانية. تمام، فانا برضو الموقع بيوفر لك احدث النماذج اللي انت تعمل منها صوت طبيعي. تمام، نخلص على الصوت، تعال بقى نخش على الصور. دي اهم حاجة برضو الصور وتعرفها، واهم النماذج اللي انت تستخدمها في الصور. زي ما انت شايف كده الصور دي كنت عاملها تجارب على الموقع. تمام، دي الصورة دي تخص نانو بنانا برو. تمام، والصورة دي تخص جي بي تي ايمج 2. تمام، تعال نجرب كده النموذج برضو مع بعض، ونديله مثلا امر صعب شوية. تمام، ويكون برضو في كلام بالعربي، علشان لو انت عايز تعمل صور بالعربي برضو هنختار النموذج نانو بنانا برو وندوس جنريت هنا كده، ونشوف هيطلع لنا الصورة عاملة ازاي. انا عايزك تخليك معايا كده وتركز، عشان انا برضو هعرفك ازاي تعمل الفيديو واحدث النماذج اللي انت تستخدمها في صنع الفيديو. تمام، وهعرفك برضو البرومبت اللي انت تاخده. هديك برومبت تاخده دي لشات جي بي تي، هيغير لك القصة اللي انت عايزها. تمام، هيديك البرومبت، انت بقى تروح تغير القصة، تغير الشخصيات برضو عشان الشخصيات تكون بتاعتك انت، ما تكونش ناسخ الشخصيات. فاهمني؟ فانا هديك البرومبت وخليك معايا، عشان انا في اخر الفيديو هقول لك البرومبت فين عشان تروح تجيبه. هتوديه لشات جي بي تي وتقول له عدل لي الشخصيات وعدل لي القصه واعمل لي قصه كذا، ويعمل لك القصه اللي انت عايزها. خليك معايا عشان هعرفك ده كله، وكل ده من خلال الموقع. يعني انت مش هتروح في هنا ولا هنا، كل هتعمله من الموقع بس. فاهمني؟ يعني الموقع هتدخل الموقع مش هتطلع منه غير وانت عامل الفيديو. طيب زي ما انت شايف كده الصورة طلعت معانا اهو. تمام، انا كنت طالب منه ان هو راجل بيبيع برتقال، والخلفية في حد يعني دكتور احمد محمود، وزي ما انت شايف كده الصورة طالعة احترافية. تمام، فاحنا هنا هنعمل الصور بتاعتنا، وبعد كده نروح نحرك الصور بتاعتنا عن طريق الفيديوهات. طبعا هنخش على خانة الفيديوهات. زي ما انت شايف كده جميع النماذج اللي انت تعرفها واللي انت ما تعرفهاش موجودة على الموقع، اللي هو احدثهم اللي هو سيدانس 2.5. زي ما انت شايف كده دي نماذج انا عاملها من على الموقع. تمام، انا شغال على الموقع اصلا، وتيجي اوريك بس النماذج الموجوده سيدانس 2.5. تمام، وهنا سيدانس 2.5. بس هنا لو عايز تعمل اديت لفيديو، تمام، لو انت عندك فيديو عايز تعمل له اديت، حتى لو الفيديو بتاعك انت وعايز مثلا تضيف شخصية في الفيديو بتاعك، فبتيجي على النموذج ده تدوس عليه وتجيب الشخصية بتاعتك او الفيديو بتاعك يكون كامل، وبتحط الفيديو بتاعك وبتطلب ان انت مثلا تضيف لي هنا مثلا دينيوسور او تضيف لي تنين ايا كان. لو انت متابع الترند اللي كان على على الفيس ولا على التيك توك، واحد عامل نفسه جاب ديناصور والكلام ده، عامله عن طريق الموقع هنا. تمام، هو سيدانس 2 بيحط الفيديو بتاعه وبيعدل وبيكتب البرومبت اللي انت ضيف لي مثلا تنين او اي حاجه، وهو بيضيف لك الحاجه اللي انت عايزها. وتيجي تنزل تحت هنا برضو سيدانس 2 موجود كل النماذج، حتى كليننج، حتى موجود ايه تاني، اللهم صل على النبي، جاروك. بص جميع النماذج اللي انت هتلاقيه او اللي انت ما تعرفهاش هتلاقيها في الموقع هنا، واللي انت تعرفها برضه. تمام، فاحنا هنجرب مثلا سيدانس 2.5. تمام، اللي هو احدث نموذج في الموقع. هجربه لك قدامك هنا برضو عشان تشوف التجربة بنفسك. تمام، وانا عامل بيه كذا تجربة. تعالى بس نشوف مثلا التجربة دي كده. طيب زي ما انت شايف الفيديو طالع معاك احترافي، يعني مفيش غلطة في الفيديو، وده كله عن طريق برومبت، يعني كلمتين بس وهو بيعرف اللي انت عايزه، مش ما بيتلخبطش. تمام، لو انت كتبت له كلمتين كده هيعمل لك الفيديو وهو هيبدع من نفسه. تمام، بس اهم حاجة تعرفه ايه هو اللي انت عايزه بالظبط منه. تمام، وبرضو عملت الفيديو ده برضو من عليه. تعال بص نشوف.
I don't play by your rules. Thank you, son. You saved me. New rule طيب زي ما انت شايف، يعني فيديو احترافي برضو من برومبت صغير. طلع لي الفيديو ده، باخده بنزله عندي. هو دوت الفيديوهات اللي انا بعملها على الصفحة بتاعتي، باخد الفيديو بنزله عندي وخلاص كده. يعني شايف فيديو 15 ثانية مفعل لي صفحة، تمام، ومحتوى أجنبي، وكمان المتابعين من الولايات المتحدة، فاهمني؟ طيب تعالى مثلا نختبره. جيت انا اختبرته في اللغة العربية سي دانس 2، تعال نشوفه. يا احمد، انت شايف اللي نجعمش في الصاله ده؟ ايوه شوف. وبعدين ايه؟ هو انا شجاع عند كل يوم نفس الحكايه؟ خلاص يا ستي بعد الماتش هجوم اناف. بعد ماتش ده انت بكل طاقه صعب تفرعه. يا بنتي تسيبيني ارسم تاتش في اخره. والله ما انا منتطفه حاجه، وريني بقى كنت تشيل ازاي. هو عامة المشهد لوحده احترافي، يعني المشهد والكاميرا بتتغير فهو احترافي، بس اللغة سي دانس ما بيدعمش اللغة العربية، فمش احسن حاجة. تمام، لو استخدمته في اللغة الأجنبية تمام هيعمل معاك أداء رهيب، بس أنا بتكلم عن الكاميرا والانتقالات والكلام ده كله احترافي. هتيجي مثلا نخش على عملته نفس الفيديو بس عملته بنموذج تاني اللي هو جاروك. تعال نخش نشوف النموذج التاني جاروك باللغة العربية. يا احمد، انت شايف اللي انت عامله في الصاله ده؟ ايوه شايف. وبعدين ايه؟ هو انا شغاله عندك كل يوم نفس الحكايه. خلاص يا ستي بعد الماتش هو منظف. بعد الماتش ده انت بقالك 3 ساعات بتتفرج. يا بنتي سيبيني اركز، الماتش في اخره. والله ما انا منظفه حاجه، وريني بقى هتعيش ازاي. طب ما هي كانت بتنظف يعني. طيب زي ما انت شايف كده نتيجة جاروك في اللغة العربية جميلة واقعية وكل حاجة تمام، بس سي دانس يتفوق عليه في الواقعية، تمام، بيخلي المشهد واقعي وسينمائي. طب زي ما انت شايف كده جاروك عمله بطريقة رهيبة، ان هو اتفوق على سي دانس ان هو باللغة العربية بس، ده اللي اتفوق عليه، انما سي دانس اتفوق عليه بالواقعية. يعني هنا تحس ان في واقعية، هنا تحس بس هو اللغة العربية اللي مظبوطة في الفيديو، لكن هو الفيديو حلو كويس. طيب تعالى نعمل فيديو مع بعض سريع كده، تمام، برضو فيديو اكشن تمام على السجن. هنعمل نجيب برومبوت، ثواني، هو ده مثلا فيلم اكشن، ونرجع نحط البرومبت هنا تمام، ونديله التعليمات. هنخلي مثلا الفيديو بالعرضي، هو الفيديو عرضي تمام، ونخليه 15 ثانية تمام، لا نخليها 10 ثواني عشان برضو الكريدت، وهنسيبه زي ما انت شايف كده تمام، ونجرب. طيب هنديله مثلا دقيقتين هتلاقي الفيديو ظهر معاك. طيب الفيديو خلص معانا اهو، تعال نبص عليه مع بعض كده. انا بامانه ما شفتش اي نموذج ذكاء اصطناعي بيعمل فيديوهات بيعمله بالواقعيه دي، يعني انا ما شفتش قبل كده اي نموذج. يعني سي دانس 2.5 دوت هيجي يخرب الموازين ويقلب الموازين خالص، تمام، زي ما انت شايف الفيديو طالع احترافي وكأنه فعلا فيديو سينمائي حقيقي زي ما انت شايف كده، تمام. زي ما انا قلت لك البرومبت او كل البرومبتات اللي انا استخدمتها في الفيديو دوت، ايا كان بقى الفيديو اللي انت شايفه دوت الاكشن ده او الفيديو التاني زي الفيديوهات اللي انا بعملها عندي على الصفحة، هتلاقي كل البرومبتات ديت عندي على التليجرام، تمام. طبعا لينك الموقع هسيبه لك في اول تعليق او في الوصف. خش سجل في الموقع وعيش، عايزك تعيش وتعمل فيديوهات، وتأكد ان الذكاء الاصطناعي لسه موجود وتقدر تربح منه عادي على اي منصة. فكك من اللي بيقول لك مفيش، لا، اشتغل وما تسمعش لحد، عشان انا بوريك بعينك، انا ما بقولكش كلام وخلاص، انا بوريك بعينك الذكاء الاصطناعي لسه شغال، ايا كان على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على اي منصة، الذكاء الاصطناعي لسه شغال وبيفعل ربح زي ما انا وريتك بعينك. فما تسمعش لحد، خش سجل واشتغل وعيش. وبس كده احنا وصلنا لنهاية الشرح، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشير الفيديو ده لواحد صاحبك ممكن يستفاد ويعمل فيديو يكسب منه فلوس. واشوفكم في فيديو جديد بمعلومة جديدة في قناتكم معلومة ب1,000,000 جنيه. سلام.